ازيكم عاملين ايه؟ في يا جماعه هو الهبل بقى يتاخد لبوس؟ هو احنا نخلص من العروسه بتاعت تونس اللي رقصت بالبيكيني ورقصت على عمود الاستريبتيز لجوزها وقلعت هدومها لغايه ما فضلت بالحتتين اللي موجودين دول، تطلع لنا واحده ترقص لنا بفستانها وبالتحجيبه بتاعتها برضه على عمود الاستريبتيز؟ يا اخوانا العمود ده موجود في اماكن تانية، يا اخوانا العمود ده بيتعمل بيه حاجات تانية، انتوا فاهمين العمود ده غلط، العمود ده ما بيستخدمش غير في النوادي الليليه مع اللي هم الفتيات اللي هم بتوع السيكو سيكو. انتوا بتستخدموا العمود ده غلط، الفكر ده انتوا جبتوه منين؟ يخرب بيت سنينكم هتودونا لغايه فين؟ نفسي افهم انتوا جبتوا الافكار دي منين؟ لما واحده تقبل على نفسها تطلع على عمود الاستريبتيز وتفضل تلف والناس تتفرج عليها ومستنيين ان هي تخلع حته حته، يا جماعه انتوا اتجننتوا، والله انتوا اتجننتوا بجد، والله احنا بنبعد احنا بنبعد يا اخوانا، اللي بيعمل كده اصلا هي معروفه هي ايه وبتشتغل ايه وبتعمل ايه، تيجي حضرتك انت في فرحك عشان تقليعه منيله ب 60 نيله ما اعرفش انت جبتها منين، ترقصي لي على عمود الاستريبتيز وتقعدي تعملي لجوزك مش عارف ايه وتعملي ايه وتتنططي وتعملي وتتشقلبي وناقص تعملي الحلزونه، يا اخوانا في ايه يا اخوانا بجد والله احنا بنبعد، اخوانا ده الاجانب نفسهم ما عملوش اللي انتوا عملتوه دوت، ده بيستحقروا اللي بتطلع على عمود الاستريبتيز ومعروفه ان هي فتاه ليل وبتعمل حركات اثاره عشان الزباين والزباين تدفع لها عشان يتفرجوا عليها، تيجي انت حضرتك تعملي كده وفي فرحك وليله دخولتك، المصيبه السوداء ان العيب مش عليكم، العيب فعلا على الرجاله اللي اتجوزوكوا اللي هم رضوا ان يتعمل كده، بكره حضرتك هتعملي له ايه؟ لما انت حضرتك عملتي كل ده قدام الناس، امال جوه هتعملي له ايه؟